الشيء اللي بيصير حاليا في سوق الانتقالات حرفيا جنون. يا رجل بتفتح الاخبار بتلاقي لاعب يلعب لنادي متواضع عامل له نص موسم حلو، نادي بيطلب فيه 100 مليون او ممكن اكثر ببعض الاحيان. فتخيل نفسك يا عزيزي المشاهد، مثلا انت رئيس نادي وبدك تجيب لاعب على العين، لاعب موهوب يعطيك اضافه للفريق. الاسعار بتبدا في السوق من 80 مليون. طيب هذا 80 مليون قبل 10 او 15 سنه كانوا حرفيا وقتها بيعمل قنبله لو انتقل لاعب بهذا السعر. ولك تتخيل معي ان في سنه 2001 لما زيدان انتقل من يوفنتوس الى ريال مدريد ب 75 مليون يورو، هذا الرقم صدم العالم وقتها وتسجلت كأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم لسنوات. طب الآن ممكن تسألني يا معاذ، يمكن القصة قصة تضخم مالي تغير قيمة العملة مع الزمن، وأنا بتفق معك بهذا الشيء، لكن هذا الأسعار المضروبة اليوم مش قصة تضخم. مهما ارتفع التضخم ما بيوصل للأرقام الفلكية اللي بنشوفها اليوم. عشان هيك أنا عملت هذا الفيديو عشان نفهم كيف وصلنا لهذه الأسعار الخرافية. في البداية صديقي، وتحديدا في بداية الألفية، مصطلح صفقة قياسية كان بيندفع حصريا للاعب اللي فاز بالكرة الذهبية أو لاعب مثلا شال منتخب بلاده في كأس العالم. ولما فلورنتينو بيريز قرر يملك جالاكتيكوس دفع 60 مليون يورو بفيجو ودفع 75 مليون بزيدان. الارقام هاي وقتها كانت بتهز اقتصاد دول، بس بالمقابل زيدان وفيجو اساطير جاهزه، بيجيبوا لك بطولات وبيبيعوا لك قمصان وبغطوا حق الصفقه يمكن خلال سنه. حتى في عام 2009 لما ريال مدريد كسر السوق ووقع مع كريستيانو رونالدو ب 94 مليون يورو. بس تعال نحسبها، رونالدو كان وقتها افضل لاعب في العالم، بطل دوري ابطال اوروبا وماكينه اهداف، يعني ال 94 مليون كانت استثمار مضمون. لكن قبل كم سنه مانشستر يونايتد دفع ال 100 مليون يورو على انتوني، وتشيلسي دفع 100 مليون يورو في مودريك، وليفربول دفع في فيرتس 130 مليون. صحيح فيرتس لعيب وموهبة للمستقبل، بس 130 مليون مبلغ مبالغ فيه. فالآن السؤال اللي هو محور الحلقة، كيف تحولنا في دفع 90 أو 100 مليون في أفضل لاعب في العالم لندفع نفس الرقم اليوم بلاعب عادي مش سوبر ستار؟ في البداية صديقي لازم نرجع ليوم 3 أغسطس 2017. في هذا اليوم باريس سان جيرمان حط 222 مليون يورو كاش على طاولة إدارة برشلونة وكسر الشرط الجزائي لصفقة نيمار. من بعد هاي الصفقة سوق الانتقالات أكل كف على راسه والمعادلة تغيرت كليا. وفجأة إدارة برشلونة لقوا بحسابهم 222 مليون يورو. فكل أندية أوروبا الآن عرفت أن برشلونة معاه فلوس وغني وعليه ضغط من الجمهور. فالآن برشلونة بأمس الحاجة للاعب سوبر ستار يعوض نيمار. فكانت خطة برشلونة التوقيع مع كوتينيو وديمبلي. واللي صار أن بروسيا دورتموند وليفربول قالوا لبرشلونة اللاعب اللي حقه 50 مليون اليوم صار حقه 140 مليون، يا بتوافق يا مع السلامة. وهان برشلونة اضطر يقفل الصفقتين ب 140 و 130 مليون. والآن الأندية الباقية صارت تقول إذا نيمار ب 222 مليون يورو وكوتينيو 140 مليون، أنا لاعب الموهوب اللي عمره 18 أو 20 سنة مستحيل أبيعه بأقل من 100 مليون. وهيك ال 100 مليون تحولت من رقم خيالي بيندفع للاعب اسطوري وحاسم لرقم عادي بيندفع للاعب ممكن ينجح وممكن يفشل. أما السبب الثاني والضخم جدا وهو حقوق البث التلفزيوني وتحديدا بالدوري الإنجليزي الممتاز. الأمور هناك فلتت عن السيطرة. النادي اللي بياخذ المركز الأخير ويهبط للدرجة الثانية في إنجلترا بياخذ أرباح حقوق بث تلفزيوني بيعادل أو بيتفوق على بطل الدوري الإيطالي أو الإسباني أو الألماني. فتخيل معي أن نادي مثل نوتنغهام فورست وبورنموث بيطلع بالسوق ومعاه ميزانية 150 مليون يورو. فلما نادي إنجليزي متوسط يكون عنده قوة شرائية هائلة بصير يدفع ال 60 أو ال 50 مليون في لاعب عادي بدون ما يتردد أو يخاف. فصارت أندية أوروبا في أسبانيا وإيطاليا عارفين أن الأندية الإنجليزية معها ميزانية ضخمة. فصار رئيس نادي أتلانتا أو إشبيليا بيشوف نادي إنجليزي بيتصل فيه فورا بيضرب السعر في 2. وهذا اللي أجبر باقي الأندية الكبيرة في أوروبا زي ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس تدخل في نظام المزايدات عشان ما تضيع عليها المواهب اللي في السوق. وأيضا في سبب أغلبكم ما بيعرفوا، هو السوشيال ميديا والإعلام. زمان كشافين اللاعبين كانوا بيراقبوا اللاعبين لسنتين أو 3 ويشوفوا كيف استقرارهم الذهني والبدني والفني. أما اليوم فيديو تجميع مهارات مدته 3 دقائق على التيك توك أو اليوتيوب مع أغنية حماسية، بوم اللاعب بصير ترند عالمي. ووكيل أعماله اللي هو غالبا ثعلب مكار بيستغل هذا الزخم الإعلامي وبيبدأ يضخم فيه وينفخ فيه وبسرب أخبار وهمية للصحافة مثل ريال مدريد يراقب اللاعب، السيتي بيجهز عرض للاعب، وهذا الشيء بيجي على أكبر أندية العالم فورا تركض للتوقيع مع هذا اللاعب. فلما أكثر من نادي يبدأ يدخل في سباق التعاقد بصير في منافسة شرسة للتوقيع مع لاعب يدوب صار له موسم أو نص موسم متألق ومبدع. فبصير فكرة رؤساء الأندية مبنية على الخوف من أنك تضيع الفرصة. لو ما دفعت 90 أو 100 مليون الآن على هذا اللاعب النادي المنافس راح ياخذه ويطلع هو مبابي الجديد وأنا أطلع الغبي. فبصير الدفع مش على مستوى اللاعب الحقيقي في الوقت الحالي بل على احتمالية
انت بتدفع 100 مليون على امل وخيال ان اللاعب ممكن يصير اسطوره بعد 5 سنوات. طيب شو نتيجه هذه المقامره؟ النتيجه ممكن تزبط وممكن تكون كارثه على الشقين، على النادي وعلى اللاعب. انت مجرد ما تتعاقد مع لاعب شاب ب 100 مليون تعطيه راتب ضخم مثلا 300 الف اسبوعيا كباتن الفريق واللاعبين القدامى اللي شايلين النادي واللي بياخذوا 100 الف اسبوعيا راح يضربوا طاوله الاداره ويطالبوا برواتب مضاعفه. وهذا كان اللي دمر انديه عريقه اولها برشلونه اللي عانى لسنوات بسبب هيكل الرواتب واضطر يبيع رفعات اقتصاديه وتاريخيه عشان يسد ديون الصفقات الفاشله. فتخيل الضغط النفسي اللي هيكون على شاب عمره 20 او 22 سنه. فجاه وسائل الاعلام نشرت عن انتقاله بمبلغ 100 مليون. هذا اللاعب مع اول مباراتين سيئات او تضييع الفرص السوشيال ميديا هتعمله ميم وهتدمره. طيب الان شو حل مشكله ارتفاع هذه الاسعار لو كان في حل اصلا؟ شوفوا يا اصدقائي، بدنا نكون واقعيين، مستحيل تنحل هذه المشكله ابدا. ممكن مستقبلا تكون هذه الارقام اصلا هي عاديه وتصبح الصفقات تتخطى ال 200 او 300 مليون. كرة القدم كل ما فيها اقتصادها بيكبر والمنافسه فيها بترتفع وبتصعب، ولما يكون عندك اكثر من نادي عنده ميزانيه ودعم كبير ويدخل السوق ويبحث عن لاعبين ومواهب، وهيك صار في ضغط كبير على السوق، فبصير ارتفاع اسعار اللاعبين شيء طبيعي مع المنافسه. طيب الان خلينا نعيد تشبيهك يا صديقي العزيز برئيس نادي. ان شاء الله طبعا تصير رئيس نادي لو حاب فعلا. المهم الان نرجع للتشبيه، وعندك هيك لاعب موهبه مثل لامين يامال وعندك اكثر من عرض من نادي له، كم هتطلب فيه؟ اكيد انت كرئيس مش هتفرط فيه اولا، لكن انت لو بدك تبيعه مش هتبيعه بسعر بسيط والأندية بتتنافس عليه. وهذه الفكرة اللي في سوق الانتقالات حاليا، نظام المزايدات، لأنه كل الأندية أصبحت معها فلوس. فالخلاصة القصة فيها تضخم وفيها توسع للعبة من ناحية الجمهور والرعاة والبث التلفزيوني، وأيضا أصبحت الأندية لها أكثر من مصدر دخل مش زي قبل 10 أو 20 سنة. وبس، شكرا لحسن استماعكم، كان معكم معاذ زياد.